بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة؟ امبارح كنت نزلت فيديو عن الواقعة الشهيرة اللي ملت مواقع الانترنت امبارح عن خالد كامل اللي هو رئيس لجنة المسابقات وإقالته من اللجنة بسبب فضيحة جنسية وفيديو مسرب و النهارده طلع المحامي اللي هو المسؤول عن القضية دي مع الزوج. قال انا مش هترافع في القضية دي ومش هتدخل فيها لان الزوج بيكذب وكذاب. آه بيقول ان الزوج كان على علم باللي حصل ده، او كان على علم يعني، وكان ان هو كان عامل محضر يعني من 3 شهور بواقعة الزنا، عامل محضر في مراته يعني، وعارف وعايش معاها عادي. وان هي هربانة ومتهمة ان هي بتبتز الراجل ده اللي هو خالد كامل بالفيديو عشان تطلع منه فلوس يعني. ف مش عارفين الحقيقة فين، بس هو ده ما يمنعش ان الحاجة حصلت، ان الشيء ده حصل، واقعة الزنا حصلت. كل اللي نقدر نقوله ان غالبا كده الزوج كان على علم بكل اللي بيحصل، يعني الزوج كان على علم بكل اللي بيحصل. سكت ليه وما اتكلمش ليه الله اعلم، بس من الواقع يعني ان الحوار كله مادي، يعني الحوار كله بيحاولوا يطلعوا فلوس من الراجل ده. بس الراجل التاني معروف، ده معروف سكته ايه يعني. هاتي حتة يعني، هو على ما يعني لانه متصور يعني. يا عيني 43 دقيقة، 43 دقيقة شوط واخد معاه شوط. ده كان ناقص يلعب بلينات، ده كان ناقص كمان يلعب بلينات. يلا ها استنى بقى الوقت الإضافي.